يا مساء الجمال. القشطوطة طبعا طالعة ترند ومكسرة الدنيا، وهي بسيطة وسهلة وتعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبأحلى طعم من بره بكتير. طبعا هي ترند التيك توك وترند محلات كتير، منها محل بلبن. بصي شكلها عامل ازاي، خطيرة وأحلى من الجاهزة كمان. يلا بينا نعملها ونشوف مقاديرها ايه. أول حاجة 4 بيضات، حط عليهم كيس فانيليا واضربهم بالمضرب كده، يعني ضربة حلوة لحد ما البيض يهش معايا. انزل بكوباية سكر، هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. وبعدين اجيب كوباية زيت وانزل بيها زي ما انت شايفة كده، سرسوب بسيط خالص. الحركة دي بتخلي الكيكة بجد بتفرق جدا، بتبقى هشة قوي وطعمها حلو قوي اهي، وبتبقى خفيفة جدا. اضرب البيض مع السكر وطبعا الزيت، اضيف بقى كوبايتين دقيق ونص، ومعلقة بيكنج باودر، يعني كيس بيكنج باودر، وكوباية لبن. بس دي المكونات اللي انا عايزاها، سهلة جدا وبسيطة. كيكة عادية بدائية طبعا، بس بعملها بالزيت عشان تبقى خفيفة. اي كيكة هتسقيها باي سيرب، هتسقيها بعصير، هتسقيها باي حاجة، لازم تعمليها بزيت عشان تبقى خفيفة. بس ضربت الكيكه كويس قوي لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. اجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا مبطناها بطبعا سمنه حلوه كده ودقيق، واكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200، حطها في الرف اللي في النص. هتاخد طبعا نص ساعه الا 5 دقايق بالظبط. نعمل بقى مع بعض تاني طبقه، كوبايه كريم شانتيه وكوبايه لبن. وطبعا الكريم شانتيه بتاعي ده محلى، فما بحطلوش سكر. ضربته كويس قوي لحد برضو ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا معاكي قناه سوزي كيتشن، لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلاص ده القوام اللي انا عايزاه. افضي بقى البوله دي في قلب بوله نظيفه واحطها في التلاجة عشان الكريمه تجمد. وطبعا الكيكه في الفرن. بعد ما احط دي في التلاجة اشوف الكيكه بتاعتي استوت، وبصي جميله وهشه ازاي. اول حاجه هعملها بقى ان انا بشيل الطبقه اللي فوق دي. في ناس كتير قوي بتقول ان الطبقه دي بتبقى زفاره الكيكه والبيض وكده. لا، الطبقه دي مش هرميها طبعا، تقدري تعملي بيها بوبوس كيك، تقدري تعملي بيها طاجن تاني زي اللي انا هعمله ده بس صغير. يعني الطبقه دي طبعا حرام ما نرميهاش. خدت كل الطبقه اللي فوق. بصي الفراغات اللي في قلب الكيكه، والكيكه هشه ازاي بجد. طبعا القشطوطه بتبقى غرقانه لبن، انا سقيتها كوبايتين لبن. بصي بيخلي طعمها خطير، وهي هشة قوي، شربته بسرعة جدا. سبتها تبرد خالص، يعني سبتها مثلا بعد ما عملتها ساعة ونص. وجبت الكريمة بتاعتي. هفرد بقى الكريمة بتاعتي. انا مش محتاجة الكريمة تبقى مستوية خالص، انا محتاجاها تبقى مفرودة بس عشان تاخد شكل الطبقة البيضة اللي فوق الكيكة. افردها كويس طبعا بشكل عشوائي، سباتيولا، بمعلقة، بأي حاجة تقدري تفردي بيها، لحد ما كل الكريمة تبقى في كل الكيكة. يعني ما اسيبش حتة ما فيهاش كريمة، ودايما اخلي الكريمة كلها تبقى كلها نفس السمك من كل ناحية يعني. بس خلاص كده انا حطيت الكريمة. احطها شوية في التلاجة تمسك مع بعض كده. ده كمبوت خوخ، وانا كنت عاملاه معاكي في القناة، وهحط لك اللينك بتاعي في صندوق الوصف. طبعا كمبوت الخوخ ما بيتعمل بخوخ احمر مش بخوخ سكري، وليه طريقة معينة وتكنيك معين. اعمليه وشيليه زي كده، هينفعك في اي حاجة. انا بحب جدا اي حاجة بالخوخ. طبعا انا النهارده عامله القشطوطه بطعم الخوخ، تقدري انت بقى تنوعي، تعمليها بالمانجا، تعمليها بالتوت، تعمليها بشوكولاته، تعمليها باي حاجه انت عايزاها. طبعا في افكار كتير، بس طبعا انا بحب الخوخ قوي وهو الموسم بتاعه. هحط لك اللينك واعملي كمبوت الخوخ، هتاخدي احسن كمبوت خوخ وتخليه عندك في التلاجة ما بيجرالوش اي حاجه. بس حطيت بقى في النص كده بعد ما حطيت الخوخ تفاح عشان اكسر اللون. عندك بقى عود نعناع، اي حاجه خضره، قدمتها معاكي. وزي ما شفتيها في الاول شكلها حلو قوي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.